كان عندك معلومة قبل كده إن سوسن بدر اتجوزت ابن صاحبتها بعد قصة حب كبيرة عاشوها الاتنين في كواليس فيلم بغمضة عين واللي كانت بتنتجه صاحبتها، لحد ما الموضوع زاد عن حده بعد فترة تلميحات وسهر مع بعض بالليالي. قصة الحب دي كملت بجوازهم من بعض. طب الموضوع بدأ إزاي؟ سوسن بدر كانت بتصور في فيلمها غمضة عين، وكان الفيلم من إنتاج صاحبتها ناهد فريد شوقي بنت وحش الشاشة فريد شوقي، وكان من ضمن فريق العمل فريد المرشدي اللي هو ابن صاحبتها ناهد وحفيد فريد شوقي الممثل الكبير. بدأت قصة حبهم في كواليس الفيلم لما فريد المرشدي كان بيحضر كل مشاهد سوسن بدر، وعينيه كانت بتلمع لما بيشوفها قدامه بتمثل، وبدأت التلميحات تظهر منه. واستغربت سوسن بدر من تصرفاته جدا، وقالت أكيد إنه معجب زي باقي الناس اللي بقابلهم، لحد ما اتفاجئت بإن فريد المرشدي ابن صاحبتها ناهد فريد شوقي بيطلبها للجواز. راحت جري على صاحبتها ناهد فريد شوقي وقالت لها الحقي ابنك بيقول لي تيجي نتجوز وانا معجب بيكي. صدمتها ناهد بالرد بتاعها وقالت لها انا عارفه انه بيحبك، الواد واقع لشوشته وعايزك في الحلال، وانا موافقه على الجوازه دي ومباركه ليكي مقدما كمان يا سوسن، ومش هلاقي عروسه لابني احلى منك. وفعلا كام اسبوع يعدي ويتجوزوا، وكان الفرق بينهم في السن كبير، كان واصل ل20 سنة، يعني بالظبط من دور عيالها. بس برضه معاه حق، دي سوسن بدر يا جماعة. بس الجوازة ما طولتش خالص لما ظهرت في حياة فريد المرشدي الفنانة داليا البحيري، وكانت لسه كسبانة في مسابقة ملكة جمال مصر. وبعد 4 شهور من الجوازة من سوسن بدر فريد المرشدي طلقها، وما يقعدش أقل من سنة ويروح يتجوز الفنانة داليا البحيري، اللي طلعت في أكتر من لقاء ووضحت وقالت يا جماعة أنا عرفت فريد بعد ما طلق سوسن، وأنا استحالة أكون خليته يطلق مراته ويجي يتجوزني. بس الموضوع الناس كانت شايفاه غير كده، لأن بعد الطلاق ما عداش وقت وكان فريد المرشدي متجوز داليا البحيري، وده خلى ناس كتير وصحفيين أكتر يقولوا إن داليا هي سبب الطلاق، وناس تانية تقول لأ، ده أكيد فرق السن الكبير بينهم هو السبب، ومش هيستحملوا بعض مع أول خناقة زوجية ليهم. وكانت سوسن بدر قبل فريد متجوزة 5 مرات، وأطول جوازة ليها كانت 5 سنين، وأقصر جوازة ما كملتش شهرين بالظبط.